سجود
ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسم صلى الله عليه. ورسل إليهم شرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعالت الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. بدل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله الحمد عليه. الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه. تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ثقلا وتنتصر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. انتصر به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عزم الألم نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. فيما جتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. قد رعد رفعة في شؤونه وكماله صلى الله عليه. أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تأكل معاني الجنان صلى الله عليه. في عالم البطون والظهور صلى الله عليه. وجود الخلق صلى ينور الله فتبارك عليه. الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم بشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا فمن رحيم. فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والرضا صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شاهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الكمال صلى الله عليه تصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سن تعلقه به وحبه صلى الله عليه الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بكرمه صلى الله عليه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكذيب والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه بيضة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه كمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون صلى الله فما من عليه سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروده ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد قضت عليه الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه يرى الأفكار زور وبار فتعلقت همة الراقب لهذه الحروب بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه
النبي بعشر معشر أوصاف ذلك المنصور تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه تدوين ما هبت من شسب المخلوقين صلى الله عليه وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت الآيات في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع يدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربنا رحم جمعنا يا ربنا رحم جمعنا وارحم إلهي ضعفانا فنحن قوم ضعفاء يا
ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء يا ربنا غثنا بقرب المصطفى فإنه زادت به الأرواح منا شغفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا الجفا فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء علينا بلقاء المحبوب جهرا وخافا وصلي يا ربي على أعلى البرايا شرفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء علينا بلقاء المحبوب جهرا وخافا وصلي يا ربي على البرايا شرفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء يا ربنا اكشف لنا بالمصطفى فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل آله وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكريم صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المذاع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى وسلم عليه الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية إذا خصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفه من العالمين صلى الله عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام. أرسلت يد العلم القديم إلى من أسست بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله عليه. بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله وأمي عليه. التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فظلت وشاء بمعونة الله محافظة على حقها في الذرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حمدا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه. تشكو من ولما ولا عندا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عدم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه. وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله فحين عليه. قرب وضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وانظرت بالله على أهل الوجود تسيج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله بتوفيق الله عليه. سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية. صلى الله وتلقى الذي عليه. رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله. سرور
الرسل تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حمانا في وجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد ومن كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد المجلس الخامس مجاهدة النفس. وقال رضي الله عنه يوم الأربعاء 28 Muharram tahun 1325 ببيته مخاطبا الشيخ حسن بن عواد بخدم أبناء الزمان غلب عليهم الكسل والعجز عن الأعمال الصالح، وأما في طلب رزق الحسي تحمل المشاق الكبيرة في طلبه، سافروا في طلبه إلى أراضي البعيدة أرض الكفار
ولا بال بمعاناة العقاب ولا بمعاناة البحر وتلحق أي تجد الواحد يتواضع لقلب الكافر على طلب شيء ما بين له منه إلا إن كتب له في الأزل ويمضي عمره ونفائس أوقاته في طلب شيء ما هو محقق إدراكه يدفر به أم لا أي لماذا تحمل المشاق في طلب رزق المعنوي الذي فائدته محققة وربحه أبدي سرمدي. Habib Ali ketika itu berbicara kepada Syekh Hasan bin Awad bin Mukhaddam di rumahnya. Beliau mengatakan, kita ini kalah dengan malas dan tidak mampu dalam beramal soleh. Kita ini kalah dan malas dalam beramal soleh. Ini katanya Habib Al-Habsyi mengatakan kepada Syekh Hasan bin Awad bin Mukhaddam. Kalau ada orang nyari hissi maknawi, rezeki hissi, urusan peseh, dia akan mencari walaupun masyakun kabirah, walaupun capek dia akan mencari. Enggi peseh, sedaja masih kau boleh enggi. Memang urusan uang ini tak terasa, Pak. Kita diajak terawih 3 jam, cekot-cekot Ustaz. Jogo toko 3 jam ndak kroso. Riyo kan payu-payu nih rame-rame tuku minyak wangi. Ngadeg 3 jam ndak kroso lho. Abejeng terawih kroso. Berarti iman belum masih kuat. Imannya tidak kuat. Ada orang yang nyari peseh, munggah nang listrik, nyari apa? Peseh mencit. Nyari apa? Nyari pes? Berangkat nang tengah laut, nyari uang. Lo nyelo nih tak kerasa lo nyelo tak kerasa. Sedeje neka. Ketika urusan akhirat kita akan terasa, lo nyelo neka terasa. Ngajar gratis, oleh sok, mon bede pesenak berangkat. Enggi, padahal almarhum Habib Hasan Baharun itu ngajar di Ma'had Pak Sari dulu, Masloh, ya. Pak Sari ngajar di Pak Sari. Mancal bilen Pak, dari Raji berangkat ke Pak Sari Mancal bilen ya. Semakin ngaji leso kok setuwuk bib ngrungokno hadis tuwuk kelompokan kula. Di mana kita akan mencari mujahadah ini? Sedangkan katanya Habib Ali Habsyi, orang-orang dahulu itu mujahadahnya sangat istimewa. Orang-orang bilang ini kan lak kadung mujahadah kuat. Waradit marratan fi ba'di ziyarati Andoan. Saya pernah pergi, katanya Habib Ali Habsyi, saya pernah pergi ke daerah Doan. Bedah di Doan ya, bedah ada satu nama namanya Sayyid Alawi Al-Khirid. Di Doan ada namanya Sayyid Alawi Al-Khirid. Saya bawa onta, saya bawa bekal pesangon dari Siwun ke Doan, jauh. Dari Siwun ke Doan bawa bekal, bawa sangu, makanan apa tak tahu. Umurnya beliau Said Alwi ini umurnya 105 tahun. Berapa? 105 tahun. Ketika saya datang langsung disambut sama Said Alwi ini, kok umur 105 tahun
ketika Habib Ali Habsyi datang bawa ontanya langsung disambut. Mana-mana, saya bawakan Habib. Tak usah. Enggak, saya bawakan. Katanya Habib Ali, cik tawadu orang ini. Saya masih muda sedangkan ini umur 105 tahun. Toju langsung ditanya bi Habib Ali Habsyi. Apa amalan kok antum bisa panjang umur? Dan antum sehat walafiat. Umur 105 tahun, Pak. Sehat walafiat dan panjang umur. Beliau mengatakan taraktul hasad fabaqiyal jasad. Saya tinggalkan sifat hasud, maka tubuh saya akan sehat. Kau boleh kali panjenengan banyak hasud. Tonggo di motor sakit cetak, mereka hasud. Iya kan? Ada tetangga mantu, waduh mantu jerah-jerek, kok gede-gedean mantu, hasud. Kalau kita tidak hasud sama manusia, maka tubuh kita akan sehat. Karena apa? Penyakit. Wis orangnya hasud, bini nyocot tambah cepat mati nih kan. Cepat mati. Kemudian ditanya, apa amalan antum ya Habib, ya Sayyid Alwi? Amalan antum apa? Beliau mengatakan, syufna li 50 sanah ma ragidat fiha la lailun wala nahar. Saya tidak pernah tidur 50 tahun siang dan malam kecuali kesirep. 50 tahun. Abajeng alako ibadah kerja setiap hari tidurnya ibadahnya gitu, kerja ibadah. Saya tidak pernah tidur 50 tahun kecuali kesirep. Oneng kesirep panjenengan. Nah, beda lah panjenengan bawa tasbih ngeleset. Nah neka bener kesirep, neka tedung lah sini saking bawa tasbih. Ini kesirep, beliau duduk. Kalau beliau ndak ngantuk sebentar sudah ibadah lagi. Umurnya 105 tahun. 50 tahun tidak tidur dan tidak tidur kecuali kesirep. Waqad hajjaitu 33 hajja ala qadami wa kullu hali illa wahida li waridati. Saya sudah haji 33 kali. Katanya Sayyid Alim ini, kau boleh haji 33 kali. Semuanya saya niatkan untukku dan yang satu saya niatkan untuk ibuku. Berapa? 30 kali. Tak usah pengumuman. Beda haji selamat datang dari tanah suci wajah surbanan wala saksi wake nih. Tak apa-apa nih sunnah. Kalau diamalkan terus tambah bagus. Mau sok siwakan mari haji saulan. Mari saulan elang bener. Soalnya saya banyak kemarin unjangan haji, mau berubah. Kalau unjangan boleh beda lah pampak paling, berubah surbanan bukan semakin engki. Siwak raja, surbanan bukan. Ketemu boleh hilang siwak. Kemudian katanya Habib Alwi ini, Sayyid Alwi Al-Khirid ini, wa agamtu bil Madinah al-Munawwarah 9 ashhur hatta ijtama'tu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qadha. Saya pernah tinggal di Madinah di depan makamnya Nabi itu. Saya duduk di sana, ibadah di sana selama 9 bulan sampai saya bisa melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar mimpi, sadar. Benar mimpi sadar. Bisa bisa. Orang mimpi itu biasanya kalau mimpi Nabi paling rendah itu mimpi cahaya. Mereka paling rendah mimpi Kanjeng Nabi. Panjenengan mimpi mungkin cahaya kalau beliau mengatakan ana Muhammad Rasulullah, mereka Kanjeng Nabi. Tapi kalau di atasnya itu bisa panjenengan bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW. Bisa panjenengan sadar semakin tujuk nikah mon orang-orang sing berusia teh toju pas mahal kiam oneng Kanjeng Nabi hadir. Oneng Kanjeng Nabi hadir.
Ini manfaatnya kalau betul-betul kita mempunyai hati yang bersih. Koyo ndak ono sean nggih, sobong koyo. Sampai katanya ketika saya mau ke kamar mandi, katanya Habib Ali Habsyi, ketika saya mau ke kamar mandi, Habib Ali Al-Khairi ini menyiapkan air untuk saya. Jadi airnya diisi, umurnya 105 tahun. Diambilkan airnya dipanaskan. Sampai Habib Ali mengatakan kepada temannya ini, yang Syekh Hasan bin Awad bin Mukhaddam ini, "Syuf, kamu lihat yang dikatakan wali neka Sayyid Alwi ini, umur 105 tahun menghormati saya yang masih muda. Umur 105 tahun beliau sudah 50 tahun tidak tidur kecuali kesirat. Ini namanya mujahadah. Neka namanya mujahadah. Mohon kaula kali panjenengan, apa mujahadah apa? Subuh kadang tak tangi. Mujahadah apa? Ayo monggo. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mari belajar. Belajar. Tak kira orang yang langsung jadi wali, tak kira, Pak. Semua itu perlu mujahadah. Kiai Hamid jadi wali, ada mujahadah. Habib Ja'far jadi wali, neka beda mujahadah. Mun kaula golongan STMJ, Beb. Salat terus maksiat jalan. Jangan jadi golongan itu. Kalau bisa punya niat, saya akan menjadi orang hamba pilihannya Allah. Itu niat yang baik. Itu niat yang baik. Terakhir, ada yang di kita punya cita-cita jadi orang yang soleh. Beda cita-cita kaula cita-cita jadi wali. Sobung. Yang ada di cita-cita kita, kaula mareh tuku motor Sirion tambah pole, Beb. Naik pole, Beb. Avanza, mari Avanza pola Alphard. Neka cita-cita kaula kali panjenengan. Kalau bisa kita punya cita-cita, saya mempunyai cita-cita jadi wali min auliya illah. Ini cita-cita yang bagus, insyaallah manfaat. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa ma'afat min fatini. Hadza minni wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك تقدر به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا.
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذرنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين بسر الفاتحة.